المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرتية، وفيها: هيئة النقل البري تدعو ملاك المركبات لعدم استخدام مركباتهم بصورة غير قانونية. تطور في الخدمات الطبية في مستشفى حليمة. دعوة للعمل لتوريث فعاليات مهرجان الكندر الثقافي للأجيال. كولومبيا تعلق شراء الأسلحة من أمريكا. ترامب يمدد مهلة تيك توك في الولايات المتحدة. ومقتل 15 شخص في انهيارات أرضية في شمال الهند. أهلا بكم مشاهدينا. دعا مدير فرع السلامة والرقابة في هيئة النقل البري السيد بياني تصفى مريم دعا ملاك المركبات الخاصة لعدم استخدام مركباتهم للأغراض التجارية بشكل غير قانوني، وأوضح أن الفرع ينظم بشكل دوري محاضرات وحملات توعية لمستخدمي الطرق لضمان نظام نقل بري سلس وآمن، إلى جانب تحذير ومعاقبة المركبات المخالفة، وخاصة السيارات الخاصة التي تستخدم في أعمال غير مصرح بها. وذكر السيد بياني بأنه يتم العمل على نشر المفتشين على جميع الطرق التي يلاحظ فيها المخالفات المتعلقة بالنقل، وأن الحملة تهدف إلى الحد من المخالفات ومنعها، مؤكدا أن الأعمال الرقابية جارية على الدوام في الجراجات وورش تصليح الإطارات لمراقبة المركبات المخالفة لقوانين النقل والسلامة العامة. وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات أيضا ضد المركبات التي تتسبب في أضرار لمستخدمي الطرق، من خلال تشغيل المصابيح ذات الإضاءة القوية والتي تمنع الرؤية للمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس. وقد تم معاقبة المركبات التي قامت بارتكاب المخالفات واتخاذ تدابير أخرى في النصف الأول من عام 2025، حيث انخفضت نسبة المخالفات بنسبة 3% والغرامات بنسبة 18% مقارنة بعام 2024. وقال إن العقوبات تختلف حسب حجم الأضرار ونوع المخالفة، وتشمل الغرامات المالية وإزالة لوحة الترخيص مؤقتا. وأشار في الختام إلى ضرورة نقل الملكية خلال 60 يوما في حالات بيع وشراء المركبات، لتجنب غرامة تصل أحيانا إلى 5000 نقفة، إلى جانب المساءلة من شركة التأمينات في حال التأخر في ذلك. وحث أصحاب الجراجات بعدم الانخراط في الأعمال غير القانونية وإصلاح المركبات المخالفة، حيث أنها تعرضهم للمساءلة القانونية. أفادت إدارة مستشفى حليمة المرجعي بأن الاستثمار الجار في المعدات والقدرات المهنية لتطوير طب الأسنان والفم والفكين يعطي نتائج جيدة من حيث كفاءة وجودة الخدمات. قال الدكتور سناي أمانويل لوكالة أنباء الرناء أن القسم يقدم خدمات تشمل علاج الأسنان والتهابات الفم والفكين وكثوره. ونصحت الممرضة جنة عقبال التي تعمل في مجال طب الأسنان منذ أكثر من 30 عاما، نصحت الآباء بأخذ أطفالهم إلى أقرب منشأة صحية في أقرب وقت ممكن لعلاج الأسنان. وحث العاملون في القسم المجتمع بشكل عام والأسر بشكل خاص على التركيز على صحة الأسنان للوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال. نظمت إدارة إقليم عنتبة دورة تدريبية لمدراء المديريات وإدارات الضواحي وسكرتيري الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديريات في الفترة من 6 وحتى 15 من سبتمبر الجاري. وهدف التدريب الذي شارك فيه 225 شخصا 37% منهم من الإناث إلى تعزيز القدرات لتحسين الأداء. وشمل التدريب مفاهيم الإدارة والإنتاجية الاقتصادية والقانون والأخلاق والإدارة وإدارة الأراضي والمياه والبيئة وموجهات إدارة الموارد وأهمية التنظيم وتنسيق العمل ومواضيع أخرى. وذكر ممثل المتدربين أنهم وجدوا الفرصة لتحديد نقاط القوة والضعف وتبادل الخبرات، وأكد على استعدادهم للقيام بكل ما هو مطلوب منهم لتقديم الخدمات بكفاءة.
وقال المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إدارة الإقليم العقيد كوبرومنر أيوه أن التدريب نظم لتمكين الإداريين من المساهمة بفعالية بمعرفة ورؤية واضحة. وحضر حفل الختام قائد الجيش الشعبي العميد تخلي لبسو ومسؤولين آخرين. دعا السكان والأعيان الذين حضروا مهرجان كندرا التراثي السنوي لهذا العام والذي أقيم يوم أمس 16 من سبتمبر في ضاحية كونا بمديرية بارنتو دعوا إلى بذل جهود جادة للحفاظ على التقاليد الثقافية وتوريثها للأجيال. وأوضح الأعيان أن مهرجان الكندرا هو تعبير عن التمنيات الطيبة والحظ السعيد للبشر والمخلوقات الأخرى، وأنه مناسبة للتطلع إلى عام جديد خصب والدعاء للشباب والبالغين الذين تزوجوا العام الماضي بالسعادة الزوجية والإنتاج والتعهد بالالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعية، مذكرين أنه يجب الدفع بالمبادرات المتخذة بجدية، وأن يتحلى الشباب والكبار بالمسؤولية للمحافظة على هذه التقاليد التي تعكس الهوية. وأضافوا أنه بسبب الإهمال وإدخال الآلات الموسيقية الحديثة يتم تشويه محتوى ورونق التقاليد، مشيرين إلى أنه من الضروري الحفاظ على عراقتها واستمرارها بكل قيمها الثقافية. وأفاد مسؤول قسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح عن مهرجان الكندرة الذي يقام في سبتمبر من كل عام عندما يتم حصاد معظم المحاصيل ويتطلع المزارعون للاستفادة من منتجاتهم هو أحد أهم الاحتفالات والمهرجانات الثقافية والاجتماعية لقومية الكنامة. الجدير بالذكر أن الكندرة تعني الجبهة البيضاء بلغة الكنامة. مشاهدينا، نشرة تواصل الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن وزير الداخلية الكولومبي تعليق شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، وذلك غداة قرار واشنطن استبعاد بلاده من برنامج تعاون أمريكي لمكافحة المخدرات. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم حصلت على مساعدات بقيمة مئات ملايين الدولارات سنويا في حربها ضد تهريب المخدرات، لكنها لم تكن شريكا جيدا في مكافحة عصابات المخدرات. وردا على ذلك قال وزير الداخلية الكولومبي أرماندو بنديتي في مقابلة مع إذاعة بلو راديو أنه من الآن فصاعدا لن يتم شراء أي أسلحة في الولايات المتحدة. وقبل الكشف رسميا عن القرار الأمريكي كان الرئيس غوستاف بيترو قد أعلن وضع حد لاعتماد القوات المسلحة الكولومبية على المساعدات والعطايا من الولايات المتحدة. مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا المهلة الممنوحة للشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بايت دانس للتخلص من عملياتها في الولايات المتحدة حتى 16 من ديسمبر، ما حال دون حظر التطبيق على مستوى البلاد. وقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا يمنح مزيدا من الوقت لإتمام صفقة بيع التطبيق الشهير لمشاركة الفيديوهات عقب محادثات حديثة بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين أفضت إلى اتفاق إطاري وفقا لوكالة. ورفض ترامب الكشف عن الشركات المشاركة في الصفقة، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في مقابلة مع شبكة CNBC أن الصفقة مماثلة للشروط التجارية التي جرى التفاوض بشأنها في وقت سابق من هذا العام. ذكرت وسائل إعلام هندية أن انهيارات أرضية وأمطار غزيرة في ولاية أوتاراخاند الهندية الواقعة في منطقة الهيمالايا أسفرت عن مقتل 15 على الأقل وفقدان 16 آخرين. وأظهرت لقطات مصورة المياه الموحلة تجتاح بلدة سهسترادهارا في منطقة دهرادون وتتسبب في تدمير متاجر وطرق ومنازل في حين كان الناس يحتمون خلف الجدران. وفي أغسطس الماضي اجتاحت مياه الفيضانات وسيول من الطين قرية دارادالي في الولاية، وقالت السلطات أن أكثر من 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.
أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا ستختبر معه تقنيات لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات للأرض. وأشارت وكالة الشينخوا الصينية إلى أن عملية الإطلاق نفذت من مركز جيوجوان الفضائي شمالي غربي الصين باستخدام صاروخ صيني من طراز لونغ مارش 2. وتعتبر عملية الإطلاق التي نفذت اليوم جزءا من الجهود الصينية الكبيرة التي تبذلها الصين لتأسيس شبكة أقمار صناعية لتوفير خدمات الإنترنت للأرض. كما تعمل الصين بشكل فعال في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي، وتطور في إطار هذا البرنامج أقمار لاستشعار الأرض عن بعد وأقمار لخدمات الإرصاد الجوية والخدمات الملاحية. ونفذت العام الماضي 68 عملية إطلاق فضائي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم التذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. هيئة النقل البري تدعو ملاك المركبات لعدم استخدام مركباتهم بصور غير قانونية. تطور في الخدمات الطبية في مستشفى حليبت. دعوة للعمل لتوريث فعاليات مهرجان الكندر الثقافي للأجيال. كولومبيا تعلق شراء الأسلحة من أمريكا. ترامب يمدد مهلة تيك توك في الولايات المتحدة. ومقتل 15 شخص في انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة شمالي الهند. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.